مستاء على الاقل دول، وفي زيهم كتير في الشارع، مستاء من الوضع الامني. شايفه انه شويه وهيرجعوا يقولوا ولا يوم من ايامك يا مبارك. رغم الذل، الراجل بيقول رغم الذل، لكن فيما يتعلق باعلانكم انتم، قال ايه؟ هو ايه اللي طلعهم السجون دول يعني كمان؟ على الرغم ان هو مش حاسس بالامان، على الرغم ان هو مش حاسس بالامان، الا يعطيكم ذلك مؤشر؟ بص يا استاذه، اولا هذه اللجان الشعبيه ليست ميليشيات، لا تحمل سلاحا. ثانيا هي معاونه وليس موازيه للشرطه. لن نقف مكتوف الايدي والمجتمع بيجر الى نفق مظلم. نحن راينا مؤامره. الانتاج كانوا موجودين. مؤامره. بص ما تلاوش عليا يا استاذ، الله يرضيك مش هسمح لك. لا اصل لن اسمح لك، ضروري تديني. يبقى انت جايبين لا انا مش هسمح لحد يقاطعني، لان مش معقول تجيبي لي اثنين يمثلوا وجهه نظر اخرى وجايبه كمان ناس. لا الشعب المصري فيه اثنين، ده 92 مليون. لا اله الا الله. ازاي 92 مليون جماعه اسلاميه؟ اثنين انت بتنتقيهم. انا اعلامي وعارف. استاذ خالد، وهذه للاسف يعني سقطه من حضراتكم تجيبوا اثنين معارضين. لابد تشوفي تنتقي الشارع المصري. اولا انا اريد ان اقول لك هناك مؤامره كانت تبدو لكل ذي عينين يبصر، أما هناك من يريد أن يدفع الشرطة للانسحاب عن المشهد تماما، وهذا بدليل الإضرابات المتتالية وأقسام الشرطة. يا أستاذ حسام إذا سمحت. لا وأقسام الشرطة التي تم إغلاقها والإضراب والتمرد في أسيوط. لا أنت هتلخبط عليا ليه بقى؟ ما تصبر يا عم. استاذ حسام اذا سمحت اصبر، خلينا نعرف نتكلم. النقطه دي بعدين هدي لك حاجه. كلام ازاي؟ ما هو كلام حقيقي لسه الاسبوع اللي فات. يا استاذ حسام اصبر يا حسام. ايه ده؟ انت عاوز شوشره وخلاص؟ استاذ حسام لو سمحت كمل يا استاذ خالد. اقسام الشرطه تم اغلاقها في 5 محافظات الاسبوع الماضي، في المنيا واسيوط وكفر الشيخ والمنصوره وعدد من انحاء القاهره. ده صحيح ان فعلا في اقسام قفلت. حضرتك بتتكلم عن الاسبوع الماضي، لكن في مطلب بهيكله الداخليه من الاول، وانا كنت بسالك قبل الحوارات. انا كنت بسال حضرتك مش في طريقه اقصر من كده وهو المطالبه بهيكله الداخليه؟ طبعا دي قلناها. مين قال لك احنا ما قلناش؟ طلبناها. القول هل كان يكفي؟ لا طلبناها. يجب ان تدفعوا الى بهذا الطريق. اصبري بس. هناك كان من يريد ان يخيرنا بين هذا الانفلات الامني والفوضى والبلطجية وبين نزول الجيش، وكلاهما مر للأسف الشديد. هذا الانفلات الأمني الذي لا تقام فيه دولة ولا يأمن فيه حسام ولا غيره على عرضه ولا على نفسه، في حالة الانفلات الأمني وفي حالة البلطجة لا يأتي السياح ولا تكون هناك تنمية ولا اقتصاد. وايضا نزول الجيش خطر داهم. تمام. لا نريد ان نغمس الجيش في المعترك السياسي، ولهذا اتيتم بهذه الفكره وستتقدمون بمشروع القانون ده. نعم. من يضمن انه لن يؤدي الى مزيد من الدماء في الشارع؟ لا لانها غير مسلحه. ما دي هناك فرق. وبالعكس ايضا انا مش بقول انا الشرطه عايزه تتسلح علشان تواجه البلطجيه. طبعا واحنا طالبنا. انتوا هتقضوا على البلطجيه من غير سلاح؟ اول حاجه طلبناها تسليح رجال الشرطة الشرفاء في إطار القانون والمحافظة على حقوق الإنسان. إن احنا طالبنا وزير الداخلية ورئاسة الجمهورية بضرورة تسليح الشرطة، وأيضا تطهير الشرطة من رجالات العدل والذين يريدون انفلات. أيضا تحسين أحوال الشرطة المعيشية. أيضا طالبنا بدعم الشرطة معنويا وإعادة الثقة بين رجل الشارع وبين الشرطة، وأردنا أن نشجع رجال الشرطة للنزول. طيب حتى تقطع الطريق على الإشاعات، أنتم ستتقدمون بمشروع القانون ده. خلينا على لسانك منك أنت حضرتك شخصيا تقول للناس إيه ملامح المشروع ومين هم اللجان الشعبية دي، حتى الناس ما تقعدش هي تحط من عندها تصورات دي ميليشيات أو مش ميليشيات. قول لي مين هم، هيحموا الناس إزاي، ليه ده ممكن يتقنن، ليه هيبقى تابع للرئاسة؟ هذا المشروع أردنا أن يكون على غرار الدفاع المدني في فترة الستينات من القرن الماضي، أن تكون هناك لجان شعبية من الأهالي والمتطوعين. المتطوعين حسن السير والسلوك، المؤهلين بدنيا. هيجي لك مليون واحد، هتعرف منين مين حسن السير والسلوك؟ هذا الأمر سوف يتم تحت إشراف أيضا ضباط وقيادات من الداخلية، ليس من عنديات أنفسهم. قيادات وضباط من الداخلية. من الأولى بقى وأيضا إشراف. أنا ليه عاوز لجان شعبية؟
مش عشان يعني اتعب، عشان في حاله بس عايز اعرف انفلات الشرطه. مين اللي ماسك الموضوع من في فوق؟ حاله قيادات وضباط الداخليه؟ لا يعني يشرف عليها بعض القيادات القدامى من الداخليه والجيش وتابعه لرئاسه الجمهوريه، وهناك راي. هو ايه الفرق بين القدامى واللي موجودين دلوقتي في الداخليه اللي مش عارفين يسيطروا من وجهه نظركم، فبالتالي انتوا بتطرحوا البديل؟ لا احنا بنقول في حاله الانفلات الامني وانهيار الداخليه ماذا تفعلي؟ يبقى في بديل. ايه هو البديل؟ لجان شعبيه اهليه تابعه لرئاسه الجمهوريه، لان ولا خليتها تابعه لوزاره الداخليه فهي تنهار مع انهيار وزاره الداخليه. طيب ماشي. نسمع تعليق هذه هؤلاء المتطوعين الخدميين كان يجب علينا ان نحييهم، لانهم سوف يقتطعوا من اوقاتهم وجهودهم، وربما يفقدوا حياتهم ويعرضوها للخطر. لكن أنا أعجب تمام العجب من أولئك الذين يشجعون العنف ويمنعون أولئك الذين القوى السياسية. قول لي اسم القوى السياسية. القوى السياسية جبهة الإنقاذ المحترمة في وثيقة ممضي عليها ضد نبذ العنف. لا أنا واحد من جبهة الإنقاذ، أنا عايز أضرب الناس، يعني أنا واحد من جبهة الإنقاذ عايز أضرب الناس. جبهة الإنقاذ مضت ووقعت على الوثيقة. مش عايزين أكاذيب لا مش أكاذيب أهو، ده حقائق. وقعت على وثيقة نبذ العنف بالنهار. طيب. تاني يوم على طول سيارات المظاهرات ضربت رئاسة الجمهورية. ولا عايز مسيرات ولا عايز لا مسيرات سلمية مش عنف. استاذ خالد اديله فرصة بقى. استاذ خالد اديله فرصة بقى. عايز عنف. روح ده شكل واحد عايز عنف. روح دين الاول قنابل المولوتوف اللي ضربوا من خلالها رئاسه الجمهوريه، بدل ما الدين الجهود الشعبيه. انا ضربت عند الاتحاديه والله العظيم برضه من مشيات الاخوان. استاذ خالد خلينا نرد بقى لو سمحت. استاذ حسام اتفضل. ارد بعد اذن حضرتك. اتفضل. طيب اول حاجه مستشار، اتفضل زي ما حضرتك تحب. المستشار القانوني لرئيس الجمهوريه المستشار محمد فؤاد جد الله قال الرئاسه ترفض قيام اي فصيل سياسي او اي جماعه او اي تيار بمهام الشرطه، وأن قرار الضبطية القضائية ده قرار النائب العام وتم فهمه بطريقة خطأ. دي رقم واحد. يعني رئاسة الجمهورية رافضة اللي حضرتك بتقوله، دي رقم واحد. رقم اتنين، لا أنا ما قلتش ضبطية قضائية يا فندم. أي ترفض قيام أي فصيل سياسي أو جماعة إسلامية بمهام الشرطة. يعني ارجع لرئيس الجمهورية، ارجع بقى لمستشار رئيس الجمهورية، ارجع لمؤسسة الرئاسة، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا النهاردة عندي في حاجة اسمها دولة القانون، لابد من احترام دولة القانون. طالما ما حصلش احترام لدولة القانون فاللي احنا بنشوفه النهاردة ده كله اسمه عبث سياسي. ده قانون أهو. العبث ده بدأ في أول حاجة في حصار المحكمة الدستورية العليا. القانون أنا بقدم. دي رقم واحد. رقم اتنين، في اعمال البلطجه اللي تمت من قبل الميليشيات بقى كلها، يعني كلمه الجماعه الاسلاميه او الاخوان كل ده هو مش هقول فصيل سياسي، هي دي جماعه واحده، تمام؟ التعدي اللي حصل على الاتحاديه. رقم ثلاثه عند يعني مدينه الانتاج. رقم ثلاثه عند مدينه الانتاج الاعلامي. رقم اربعه عند مسجد القائد ابراهيم، ما احنا شفناهم، انا واحد كنت موجود هناك، لقيت الناس ماشيه تمام وبالاسلحه البيضاء وبالشوم وبتجري ورا الناس. يا راجل انتوا حصرتوا المسجد، عمره في التاريخ ما حصل. ما فيش مسلم بيحاصر مسجد يا فندم. الشيخ احمد المحلاوي 70 سنه حصرتوه. ده ما حصلش يا فندم. لا ازاي الراجل امام حضرتك كنت موجود هناك؟ مش من كله حضرتك كنت موجود هناك؟ قول لي حضرتك كنت موجود هناك؟ لا ازاي على شاشات لا انا كنت موجود هناك بقى في الحدث يعني ده. هو كان بيمثل. اتحركنا. لا انا واحد من الناس لما بيبقى في اي حدث او في اي حاجه بنروح عشان نشوف الموضوع بعينينا، ما نسمعش من الاخبار. كمل النقطه تمام. النقطه الثالثه انا النهارده لما اجي اسمع ان الجماعه الاسلاميه بتقدم مشروع لجان شعبيه كاسم، وتحت ده ان انا عايز اعمل جهاز بديل يتبع رئاسه الجمهوريه، والجهاز البديل دوت ما فيهوش اسلحه وما فيهوش اي حاجه، ولكن هو جهاز امني واختيار بقى المعايير. طب سؤال، بتاع اللجان الشعبيه او الميليشيات بتاعت الجماعه الاسلاميه دي لو حصل خلاف معاها مع الشرطه، مين اللي هيحل الاشكاليه دي؟ رئيس الجمهوريه. طب يعني مسماه هيبقى وزير اللجان الشعبيه؟ يعني انا عايز اعرف برضو الشكل. ثانيه يا فندم عايز حضرتك تاني. وليه بيطلع الكلام ده في اسيوط وفي الصعيد؟ ليه دايما عايزين عندنا خطه ان اسيوط والمنيا ده يتبع كذا، الدلتا تتبع كذا؟ ليه مخطط دايما بنلاقي دايما تقسيم مصر بشكل محدد؟ ليه كل الخناقه او اللغط اللي موجود في الوقت الحالي؟ طيب. النهارده عايزين نقدم مشروع، المشروع ده يتقدم في مجلس الشورى، اللي انا واحد من الناس معترض تماما على ان السلطه التشريعيه مع الشورى. اكمل يا فندم. اخر حاجه اللجان الشعبيه كاسم، زي ما الناس والمشاهدين قالت، اللجان الشعبيه دي حاجه كلنا بنحترمها، كانت موجوده ايام الثوره لما كان في حاله انفلات امني. ليه العاديه؟ العاديه كل واحد بيحمي تحت بيته. انا بنزل بحمي شغلي، بحمي عربيتي، سيارتي، بحمي محلي. انما لما الاقي جماعه
لا اعرف تمويلها منين ولا شكلها ايه، وجماعه بيقال عليها انها جماعه اسلاميه ولكن تاريخها معروف، وتيجي هي تبقى صاحبه المبادره دي، يبقى في علامه استفهام كبيره قوي. كويس، بعلامه الاستفهام دي اذهب الى الاستاذ علاء. هل المشكله في اسالوا انفسكم مين بيمولكم؟ والله انا مع اسال المصريين الاحرار والله انا واحد وغيرهم مين اللي بيمولهم؟ سيدي ده انت لا تتكلم عن غيرك من الاسلاميين، تكلم عن المصريين الاحرار. والله انا واحد من على الانقاذ اللي مين انا واحد من المصريين الاحرار وراجل مسلم وعارف تمويل الحزب فين، والجهاز المركزي ثانيه واحده، والجهاز المركزي للمحاسبات بيحاسبني، انما حضرتك قول لي الجماعه الاسلاميه تمويلها بيجي منين ومين بيحاسبها؟ احنا جماعه متطوعه يا بني ادم. يا استاذ خالد لو سمحت، يا استاذ خالد من فضلك يا استاذ خالد. استاذ علاء، هل المشكله في مشروع قانون قد يسبب استياء ولا المشكله في من يقدم هذا المشروع؟ المشكله عميقه وتحتاج من مؤسسه الرئاسه هي اللي تحل هذا الاشكال، لان مؤسسه الرئاسه بصراحه الى الان غير قادره على ضبط هذه الوزاره، وغير قادره على لجمها، غير